بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الآية دي ليا فيها 4 أوجه. في عندي ميم جمع اهي، وعندي منفصل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الآية دي لو أنا هجف هنا عند منا ربنا تقبل منا هجيبها وجه واحد بس، لكن لو هوصل وهنا الوصل أولى يبقى هجيب قصر وتوسط. أنا هجيب بالقصر والإيه والتوسط. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الآية دي هجيبها بالقصر والتوسط عشان عندي هنا إيه منفصل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبرضو لو هوصل علينا إنك أنت التواب الرحيم هنا الوصل أولى، برضو هجيب إيه قصر وتوسط. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآية اللي بعدها عندي هنا إيه عليهم آياتك، طبعا في هنجيب وجه على السكون، وبرضه هنا يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنجيب وجه على الإيه على السكون، وعلى وجه الصلة هجيب مرة قصر ومرة توسط.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أوصى، هنا الآية دي ليا فيها 4 أوجه. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وأنتم مسلمون، عندي ميم أهي وعندي هنا إيه منفصل. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا في الآية دي اللي هي فيها إيه سكون وصلة بس. نلاحظ إنه في عندي همزتين متتاليتين في كلمتين منفصلتين. الإمام قالون بيعمل إيه بقى؟ هو وكل أهل سما إذا اتفق الهمزات في الحركة بيختلف أهل سما، يعني قالون والبزي بيبقى ليهم قراءة، وورش وقنبل ليهم قراءة، وأبي عمرو ليه قراءة. لكن إذا اختلفوا في الحركة فإن أهل سما بيتفقوا على إيه بقى؟ إذا تقدمت الفتحة تسهلت، نعرفها كده، أي حد بيتقدم بتتسهل أموره. وإذا تأخرت الفتحة تبدلت، وإذا غابت الفتحة جاز الوجهان. هنا الفتحة فين؟ الفتحة تقدمت، يبقى إذن هنسهل الإيه؟ هنسهل الهمزة التانية. تتسهل إزاي؟ والمسهل بين الهمزة والحرف الذي أشكلت منه الهمزة. تمام؟ يعني هنسهل الألف دي ما بين الهمز وما بين الإيه؟ الياء، لأن هي مكسورة. هنقول إيه؟ شهداء إذ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة دي هنا سكون وصلة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا
قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآية دي ليها فيها 4 أوجه، عندي منفصل كتير كتير في الآية دي. أدي منفصل قولوا آمنا، وما أنزل منفصل تاني، وما أنزل منفصل أهو تاني تالت، إلى إبراهيم أدي منفصل، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي يعني منفصل إيه؟ منفصل كتير جدا في الآية دي. وعندي هنا إيه؟ ميم جمع، يبقى نجيب 4 أوجه للإمام قالون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نبص في الآية اللي بعدها. فإن آمنوا بمثل ما آمن، أدي كده منفصل، ده منفصل تمام. وعندي ميم جمع اهي، يبقى 4 أوجه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الوجه الثاني. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هنا في الآية دي ليا 4 أوجه، عندي ميم جمع اهي، وعندي هنا ايه منفصل ولنا أعمالنا تمام. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. نلاحظ في الآية دي في عندي هنا في المقطع ده ليا فيه 3 أوجه. ليه؟ لأن أنا هجيب وجه على الإسكان، ولما أجي أصل هجيب وجهين، وجه بالقصر وجه بالإيه؟ بالتوسط. بنلاحظ برضو إن هنا عندي همزتين
قطع متتاليتين متحركتين في كلمة واحدة، زي الآية اللي جت في أول ربع اللي هي إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. هنا نفس الكلام. الإمام قالون ومعاه برضو الإمام أبي جعفر بيقرأوا بإيه بقى؟ بيقرأوا بالإدخال وبعدين تسهيل الهمزة الإيه؟ الهمزة الثانية. قل أنتم أعلم أم الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.